السؤال اللي بعديها، وهي التعامل مع حصة والقواعد الصفية في نيو سكول. التعامل مع القواعد الصفية في نيو سكول هي أول حاجة يا آدم أكون مستعدة قبل الحصة بوقت كافي، أدواتي كلها جاهزة، حتى الأدوات الإلكترونية زي اللابتوب والسماعات، كل التفاصيل دي أكون متأكد منها علشان أستفيد بالوقت الكامل من حصتنا. لازم نفتح الكاميرا يا ندى، وقلنا إن إحنا عندنا مشكلة النهاردة المايك. في حالة أي سؤال يا حبايبي ممكن نعمل ريزيو هاند. في أي مشكلة من كده؟ تمام حبايبي، هنبدأ مع بعضينا. ايه اللي انتوا شفتوه قدامكم دلوقتي نزل قدامكم على الشاشة؟ ها، ايه اللي انتوا شفتوه نزل قدامكم على الشاشة يا شباب؟ ايه الصورة آلة اللي حاسبة نزلت؟ وشكل هندسي. بص كده، ايه هي الصورة اللي نزلت قدامنا؟ تاني اهو، اهو. آلة حاسبة وشكل هندسي. ايوه ايوه، آلة حاسبة ومجموعات الأعداد اللي أخدناها قبل كده، صح ولا غلط؟ خدنا صح. مجموعة الأعداد صح. الطبيعية اللي هي طاء، خدنا مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي صاد. هناخد النهاردة مجموعة أعداد جديدة وهي مجموعة الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد إيه يا حبايبي؟ النسبية. حلو جدا. يعني أنت قصدك النهاردة يا مس هنبدأ في حاجة جديدة جدا، وهو عنواننا النهاردة مجموعة الأعداد النسبية في فرع الجبر. حلو جدا. إيه الأهداف اللي لازم أنا أكون طالع بيها من الحصة؟ أول حاجة لازم أكون بعرف أذكر مجموعة الأعداد النسبية. يعني لما بشوف العدد ده إزاي بقول عليه ده بالفعل ده عدد نسبي، وإيه اللي يأكد لي إن هو عدد نسبي؟ تمام، دي المعلومة الأولى. يبقى أول هدف إن أنا بذكر الأعداد النسبية. بكتب العدد النسبي في صور مختلفة. يعني إيه صور مختلفة؟ قصدك إيه يا مس بكلمة صور مختلفة؟ قصدي إن أنت ممكن تكتبه في صورة نسبة، قصدي إن أنت ممكن تكتبه في صورة لو يحتمل إن هو يتحول لعشري أو كله بيتحول لعشري عادي هتحوله بالآلة. قصدي إن أنت ممكن تكتبه في صورة كسر في أبسط صورة. فده الجزء اللي أنت معناه إن أنا بكتب العدد في صور مختلفة، ببسطه بمعنى أصح زي النسبة. طبيعي جدا هبدا اشارك بالاعداد النسبيه اللي شفتها في حياتي المختلفه. زي انا لما بجيب بيتزا وبقسم نصها يبقى ده نسبه، يبقى عدد نسبي. فدي امثله حياتيه انا بشارك بيها. يبقى ايه الهدف الاول بتاعنا يا ادم؟ يلا يا دوم اتفضل. نذكر مجموعات الأعداد حتى الأعداد النسبية. برافو، بذكر المجموعات الاعداد حتى الاعداد النسبيه. الهدف الثاني يا محمد؟ يكتب العدد النسبي بصورة مختلفة. برافو برافو. الهدف التالي يا ندوش، الثالث؟ يلا يا ندى. يشارك يشارك الافكار ببعض المتنوعه الأفكار المتنوعة مع الحياة من الأمثلة اليومية الحياتية. حلو جدا. تعالوا كده حبايبي نبص على الصورة المفتاحية اللي فيها الصور اللي هتمهد لك هو أنت كنت واقف فين وأنت مكمل على إيه. لو أنا بصيت على اللي قدامي فأنا هلاقي الكلمات المفتاحية أولها كلمة مهمة جدا هيقرأها لنا آدم. إيه الكلمة المفتاحية الأولى اللي معانا يا آدم؟ اتفضل يا بطل. مجموعة الأعداد. ها، مجموعة مجموعة إعداد إيه؟ الأعداد. العد. ها، العد. برافو. تقدر العد. تقول لي يا آدم إيه هي مجموعة أعداد العد اللي كنا بنرمز لها بالرمز عين؟ كانت بتبدأ بمين يا آدم؟ وأنا بعد عين. على إيدي ببدأ بكام؟ بعدي كام؟ بعدي كام؟ ها، واحد، اتنين، برافو. تلاتة، يبقى واحد، خمسة، اتنين، تلاتة، أربعة إلى تلاتة. ما لا نهاية. فدي كانت أعداد العد. كأني بعد عادي جدا في حياتي وفي بيتي ما بعملش أي حاجة. أنا بعد عادي جدا، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. حلو جدا يا ميس، ما فيش أي مشكلة من الكلام اللي حضرتك بتقولي، ممتاز. زودنا عليها الكلمة المفتاحية الثانية. يلا يا محمد، إيه مجموعة الأعداد الثانية؟ مجموعة الأعداد الطبيعية. حلو جدا، الطبيعية. هو ايه الاختلاف ما بين اعداد العد وما بين الاعداد الطبيعية؟ ها، ايه الاختلاف؟ ايه الاختلاف ما بين مجموعة اعداد العد؟ عايزة اقول لك حاجة مهمة جدا. احنا في الرياضيات مع كل جديد بنضيف مجموعة اعداد جديدة. يعني انا لما كنت بعد واحد، اتنين، تلاتة، اربعة فده كان عادي جدا بعد على ايدي. لما كان معايا ماما بتقول لي معاكي جنيه بقول لها لا والله انا ما معيش. فزاد معانا عدد جديد بيعبر عن اللي هو موجب ولا هو سالب، بيعبر عن عدم وجود الحاجة دي مش موجودة. ايه هو العدد ده؟
العدد الطبيعي. اللي هو الصفر الطبيعي، اللي هو أصغر عدد طبيعي. لما ظهر عندنا الصفر يا محمد، فاحنا سمينا مجموعة أعداد جديدة وهي الطبيعية، تبدأ بالصفر. يعني من هنا الصفر، واحد. 0 1 2 3 4 فأنا قلت لك مع كل اختلاف يا حبايبي هنوجد مجموعة أعداد جديدة. طب هسأل الجميلة ندى، هو احنا السنة 6 كنا بنقول مجموعة الأعداد الصحيحة كانت بتعبر عن إيه اختلاف بقى عن الطبيعي؟ زادت عن الطبيعي في إيه؟ إن في منها الصحيح موجب والصحيح سالب. برافو برافو برافو. كنا واقفين عند ستوب عند الطبيعي مع حاجتين مهمين جدا، وهو الصحيح الموجب والصفر، او الاعداد الطبيعيه كلها اللي هي الموجب والصفر. لما بدأ مثلا على سبيل المثال ماما عطتني جنيه اهو، وانا ماشي في الشارع وقع مني، فانا عايزه اقول لها ان انا خسرت جنيه، خسرت اتنين، خسرت تلاته، ظهر عندي السالب، الصحيح السالب. فلما ظهرت الاعداد السالبه ظهرت معاها مجموعه اعداد جديده سميناها ايه يا ادم؟ مجموعه الاعداد الصحيحه. اهو سميتها ايه يا شباب مجموعه الاعداد دي؟ ها؟ صحيحة. صحيحة. تمام. كان في سنة 6 شطور جدا ومهد لي وقال لي انت عندك نسبة. قلت له ماذا تعني النسبة؟ قال لي زي حاجة انت بتعملها كده اهو. شايفين انا عملت ايه؟ كان معايا قلم كامل وعملت له ايه؟ اهو. او بالطريقة دي عملت له ايه؟ ببدأ اعمل له كده ايه؟ شايفين كده؟ بكسره. شايفين؟ اهو. فانا في الحالة دي ظهرت عندي الكسور. هل الكسور دي صحيحة يا آدم؟ هل ينفع نقول عن ان الكسر اللي هو النص او التلت او الربع هو عدد صحيح؟ لا. لا. فانت قلت لي لا، قلت لك بس انت جيت في ملعبي، انا بتاع رياضه وبحب الكلام ده. لما ظهرت عندك الكسور بشكل عام، او ان انت تكتب كل اللي حواليك في صوره كسور، ظهرت عندي حاجه اسمها السنه اللي فاتت النسبه. يعني ايه نسبه يا ادم؟ يعني يا مس كانت في صوره بسط، ومين يا شباب؟ ها يا محمد، بسط وايه بطل؟ مقام. مقام. ممتاز جدا. يبقى انت قصدك ان مجموعه الاعداد النسبيه اي عدد بيتكتب في صوره بسط وايه؟ ومقام. مقام. جدا حلو جدا. يبقى احنا معانا مجموعه جديده وهي مجموعه الاعداد النسبيه، واحنا مش مرغيين بناخد منها حرف النون فقط اهو. طبيعي خدنا طاء، عد خدنا عين، صحيح خدنا صاد، نسبي خدنا نون. يبقى انت قصدك يا مس ان العدد النسبي ده اللي بنقدر نكتبه في صورة بسط ومقام. في اي مشكلة لحد الان يا حبايبي؟ يبقى انا قلت العد 1 2 3 4، ظهر معاهم الصفر يبقى طبيعي، 0 1 2 3 4. ظهر معاه موجب وسالب يبقى اعداد صحيحة. تمام. ظهرت الكسور. يعني ايه الكسور؟ اللي في صورة بسط ومقام. يعني النسب اللي في صورة بسط ومقام سميناها أعداد نسبية. بشرط عندي حاجة مهمة جدا، لو جيت قلت لمحمد أنا معايا 5 جنيه يا محمد، عايزة أوزعهم على صفر، هل تعرف توزعها؟ تعرف تقسم 5 على صفر؟ لا، لا. هتبقى هي خمسة. دوش هتعرفي هتبقى تقسمي؟ طبيعي انت محمد انا مش هقدر. ندى تعرفي تقسمي؟ لا. لا. انتوا عارفين ان ده اسمها كميه غير معرفه. انا مش عارف، انا معايا 5 صوابع مش عارف اقسمهم على مين، 5 تفاحات مش عارف اقسمهم على مين. فقال لك عندك شرط مهم جدا يا ادم. ايوه انت ممكن تخليهولي في صوره بسط ومقام، بس اوعى، حذاري، ممنوع ممنوع ممنوع، اتس امبوسيبل، مستحيل تخلي لي المقام بصفر. لازم المقام ده ما يساويش صفر. قلت له خلاص يا عم انت عمال تحفظني الموضوع، مش هخلي لك المقام بصفر، خليه اي عدد غير الصفر. لان انت من شويه لما خلينا المقام بصفر يا ادم قلنا ان انا ما عرفتش اعمل الحاجه دي. يعني ايه 5 على صفر؟ يعني ايه مليون على صفر؟ انا معايا مليون مش هديه لحد. ايوه انا مش عارف اعمل ايه يعني. لكن لما اقول مليون على واحد يبقى هديه لواحد بس، يبقى بيساوي مليون. يبقى انا هنا الشرط الاساسي ان انا عندي العدد النسبي بيتكتب في صوره بسط ومقام، ماشي، بشرط ان المقام ما يساويش كام يا ادم؟ ها يا دوما؟ صفر. برافو. ما يساويش ما صفر. يساويش إيه يا محمد؟
صفر. ما يساويش ايه يا ندى؟ صفر. طيب تعالى اقول لكم على حاجه. خدوا بالكم ان انتوا دايما لما بتكبروا انتوا في الاصل كنتوا صغيرين. يعني الدكتور في الاصل كان طالب، يعني الدكتور في الاصل كان طفل، يعني انت يعني في مرحلتك قبل ما تدخل اولى اعدادي كنت في سته. يعني النسبي ده الصحيح ينفع يبقى نسبي، شايف كده؟ الاصغر منه ينفع يبقى زيه، العشري ينفع يبقى نسبي، النسبه المئويه ينفع تبقى نسبي. كل اللي اخدناه في سنه سته ينفع يبقى نسبي. نسال سؤال، هو معقول الصحيح ينفع يبقى نسبي؟ اقول لك تعالى معايا، هل ينفع تحول لي الخمسه يا ادم لنسبه؟ فكر. 5 بالنسبة. يعني في صوره بسط ومقام. لا. طب فكر تاني. ها، عندنا احنا معانا يوسف في الحصه، انا عذرا في حد باسم يوسف؟ انا ما شفتوش، ثواني. يا مس أنا. اهلا يوسف، ازيك؟ عذرا يوسف، الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. تمام. يلا يا يوسف تقدر تقول لي طب ثواني هنسال يا ادم يوسف ونرجع لك. يلا يا يوسف اتفضل. نعم. ازاي الخمسه تخليها في صوره نسبه؟ أحط المقام بواحد. برافو برافو برافو. الأعداد الصحيحة هي الأعداد صاحبة المقام السحري. يعني إيه المقام السحري؟ رد عليا يوسف وقال لي أنا ممكن أخليها يمس 5/1. برافو 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 برافو. يبقى نقدر يا آدم ونقدر يا محمد ويا ندوش يا جميل إن إحنا نخلي الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. صح ولا غلط حبايبي؟ يبقى نقدر نقول يا ندى كل عدد صحيح هو نسبي. صح ولا غلط يا جميل؟ ها، نقفل المايك لو سمحت الزوم يوزر، ويا ريت نكتب الاسم في الشات عشان اعرفه. اتفضلي يا ندوش. يلا يا ندى. صح. صح. يبقى نسأل بقى في اكونت اسمه موزة تقريبا. رجاء لو سمحت الاسم برضو، ونفتح الكاميرات يا شباب، جميعا نفتح الكاميرات. يبقى نسأل بقى هل نقدر نقول يا موزة، او الاكونت مكتوب كده عذرا يعني، نقدر نقول ان العدد ده عدد صحيح؟ ها، نقدر نقول ان العدد ده عدد صحيح؟ ادم ماشي. ها، يلا يا شباب. اتس اوكي يوزر دوم يوزر اتس اوكي. صحيح. ايه جميل. العدد نقدر صحيح. نقول ان العدد ده عدد صحيح. ليه؟ تعرف تحط بسط ومقام؟ نقدر نخليه بسط ومقام. طب هو بسطه كام ومقامه كام؟ ها، يلا يا 5 جميل. مقام واحد. بسطه كام ومقامه كام؟ يلا يا بطل. قلنا ال 11 دي كصحيح بتبقى 11 على كام؟ أي عدد صحيح صاحب بسط المقام 5 مقام واحد. برافو. يبقى احنا ممكن نخليها ال 11 بسط 11 ومقام 1. ممتاز جدا ممتاز. يا ريت اليوزر آدم. سلام عليكم آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بطل. يلا يا باشمهندس، لو قلت لك ال5/10 ينفع تبقى عدد عشري؟ سوري، ينفع تبقى عدد نسبي؟ لا. لا لا. ليه؟ طب حولها لي الكسر. ها تبقى طيب ها يلا يا دكتور. 10.5. 0.5 يعني 5/10 يعني كام؟ بسطا ومقاما كام؟ يعني العدد العشري ده بنحوله ازاي؟ فاكر؟ ها، مين فاكر يا شباب يعمل ريز يور هاند؟ فاكر يا يوسف؟ ها يا يوسف، ال5/10 ينفع تحولها لكسر؟ ينفع تحولها لنسبة؟ طيب قول لي كام على كام؟ برافو. شايف البطل؟ حقيقي يا يوسف، عاش. برافو، ندى كانت مستعدة. خلاها يا دكتور آدم 5/10. خلاها يا شباب، خلاها يا محمد 5/10. ليه يا ندوش؟ لأن احنا متفقين يا يوسف إن الأعداد العشرية هي أعداد مقامها 10 أو 100 أو 1000 بشكل أولي. يبقى إذا لو العلامة العشرية بعد خطوة فالمقام 10. الحمد لله في صورة بسط ومقام، والمقام مش صفر. لو مثلا قال لي 25/100، طبعا التبسيط معاك، فانا دي ممكن احولها تبقى كام يا محمد؟ 25/100.
عاش يا بطل. 25 على 100. يعني اقدر اقول ان الاعداد العشريه يا ادم انا بقدر احولها لكسر، والكسر ده ليه مقام 10 او 100 او 1000، وكمان يا مس الحمد لله ما بيبقاش صفر. تمام، حلو جدا. يبقى كل صحيح يا شباب كده هنجمع افكارنا. كل صحيح فهو نسبي، كل عشري فهو نسبي. ليه يا شباب هنا في الحاله دي اللي هو بيكون مقامه 10 او 100 او 1000؟ لان انا بقدر احطه في صوره بسط مقام. عندك صحيح زي الثلاثه، زي السبعه، 3 على 10، 7 على 10، وهكذا حبايبي. لو قلنا الاعداد العشريه زي الثلاثه من 10، زي السبعه من 100 مثلا، بقدر احطهم يا شباب في صوره بسط ومقام، بشرط ان المقام ما بيساويش صفر. تمام حبايبي، في اي مشكله يا ندى؟ تمام حبايبي، في اي مشكله؟ حلو جدا. هسالكم مين اللي عنده معلومات عن النسبه المئويه؟ يا ريت الاكونت اللي باسم موزه يا ريت تفتح الكام يا شباب، الشباب كلها تفتح الكام، الاولاد كلها. ندى استاذنت رجاء. ها يلا حبايبي، مين عنده معلومه عن النسبه المئويه؟ اخر حاجه اخدناها في 6 ابتدائي. النسبه المئويه هي كسر مقامه كام؟ النسبه المئويه هي كسر مقامه كام؟ كسر برافو. مقام ناخد ادم نمبر 1 اللي داخل معانا الحصه. يبقى هنا في الحاله دي لو جيت قلت لك 30% تقدر تحولها لنسبه؟ لا بتاع 30 على 100. برافو. يبقى اذا هنا هتبقى 30 على 100 اهو. تمام يا ادم احمد، في اي مشكله يا جميل الى الان؟ يبقى اذا ادي 30% يا شباب حولتها ل 30 على 100. هل يا ادم احمد ده في صوره كسر بسط ومقام؟ ها 30 على حققت 100 شروط النسبه ولا؟ ايوه حققتها. هل المقام بيساوي صفر؟ لا يا مس الحمد لله. يبقى اذا هو ده بالفعل عدد نسبي كتبته في صوره بسط ومقام، والحمد لله تحقق شرط ان المقام ما يساويش صفر. تمام حبايبي، في اي مشكله؟ ها مين البطل الصغير السوبر معايا النهارده اللي يشرح لي يعني ايه عدد نسبي وايه الصور المختلفه للاعداد النسبيه؟ اتفضلي يا شباب، مين عنده مهاره بسرعه يبدا يشرح؟ يلا ولا انا اختار؟ نعمل دوران. يا شباب مستعدون؟ طب يلا نعمل دوران ونشوف هيطلع لنا ولد ولا بنت. اوه متوقعين يطلع ولد ولا بنت؟ تختار ايه يا محمد، ولد ولا بنت؟ ولد. ولد. تعالى نشوف هيطلع ولد كده. توقعت مش طلع ولد. طب نختار مين من الاولاد؟ محمد قال ولد يبقى نختار محمد. يلا يا محمد اشرح لي يعني ايه عدد نسبي يا أنا بطل. اللي الولد، هو اللي الولد. يلا يا محمد، يلا يا بطل ما تخافش، يلا يا بابا. بس أنا حابب. قول لي يعني ايه عدد نسبي. زعلان، يعني ايه عدد نسبي؟ طب يوسف يساعدك. يلا يا جوزيف، اتفضل يا يوسف. والعدد المقام ما يساويش صفر. برافو. هو في صورة بسط ومقام بشرط ان المقام ما يساويش صفر بس. النص عدد نسبي، الربع عدد نسبي، العشرة عدد نسبي، الاتنين من عشرة عدد نسبي، 70% عدد نسبي، نتيجة الثانوية العامة عدد نسبي. نتيجة الثانوية العامة اللي بيجيب 72 و62، في ناس بتجيب 99%. كل ده أعداد نسبية. ليه يا مس؟ حققت الشرط بسط ومقام، وكمان شرط إن المقام ما يساويش صفر. ممتاز جدا. نكمل حبايبي، في أي مشكلة إلى الآن؟ ها يا شباب، في أي مشكلة إلى الآن؟ لا. تمام حلو جدا. ندخل مع بعضينا على التلخيص بتاعنا. ادي التلخيص اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان مجموعه الاعداد النسبيه هي ممكن تبقى اعداد صحيحه. قلنا ليه؟ لان مقامها بيكون واحد وليها مقام، واقدر اكتبها في صوره بسط مقام. الاعداد العشريه هي اعداد نسبيه، لان ممكن اخلي المقام 10 او 100 او 1000. عندي كمان النسبة المئوية، هي أعداد عشرية، عشان بخلي المقام كام يا شباب؟ 100. في أي مشكلة من الجزء ده؟ ندخل نلعب؟ مستعدين يا أبطال؟ ها مستعدون يا شباب؟ طيب أول 3 هيكتبوا لي أعداد نسبية في الشات حالا، هاخدهم يلعبوا معايا. أول 3 يكتبوا أعداد نسبية في الشات حالا، هاخدهم معايا. يلا بسرعة بسرعة يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب. ها مستعدون يا أبطال؟ بعد
أنا بعت يا مس. أول 3 أعداد نسبية ما فيش عندهم غلطة. طيب أنا عندي 5 من 10 يوسف، تمام برافو. 3 و2 من 10 زوم يوزر. أنا مش عارفة الاسم. رجاء نفتح البلان. رجاء يلا يا شباب هنبدأ نلعب مع بعض. مين مستعد؟ يلا. السؤال الأول عند اللي باعت الإجابة الأولى. ها مين معايا في الإجابة الأولى؟ يوسف اتفضل. أي الأعداد الآتية هو غير نسبي؟ غير نسبي يا يوسف بسرعة. ألف ولا باء ولا جيم؟ غير رقم نسبي. ألف. غلط. رقم ألف. ركز غلط مش ألف بس. رقم باء 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 باء. عشان باء هي صاحبة المقام. هو العدد معلش هنا بالاتجاه العكسي اللي هي 5 على الصفر. فهنا يا باشمهندس برافو. 100 بوينت برافو. ومعانا عشان كان معاك 4 ثواني بس. بس 4 ب 4. استعدوا للسؤال الثاني. زوم يوزر. زوم يوزر بسرعة. أي الأعداد التالية هو الأكبر؟ الخمس ولا الربع ولا الثلاث أرباع ولا النص؟ بسرعة. زوم يوزر اتفضل يا آدم. نص. النص أكبر بالثلاث أرباع؟ نص. النص ولا الثلاث أرباع؟ بسرعة. الثلاث ارباع. الثلاث ارباع. الثلاث أرباع برافو. عاش. الثلاث أرباع يا بطل. ممتاز جدا. الثلاث أرباع أنت خد بالك الأعداد النسبية حتى بيسألك عن مقارنتها وعن ترتيبها. لازم تكون عارف إن هي بسط ومقام وارتب وقارن براحتي. أعطاني في الشات إجابة ثالثة بسرعة. مين معايا؟ يلا يا آدم أحمد. أي الصور الآتية هو 2 على 5؟ سوري. أي من ليس من الاثنين على 5. يعني خد بالك أنت عندك هنا كتير 2 على 5. يعني ممكن تضرب بسطا في مقام في 2 تديك 4 على 10. ممكن هنطلب وقت إضافي بسرعة بسرعة بسرعة. يعني ادينا وقت إضافي بعد إذنك بنستأذنك. تمام. ممكن كمان يا باشمهندس نفكر في حاجة تانية مع بعضينا دلوقتي. ممكن أضرب يا باشمهندس في 3. فأنا هنا 2 في 3 في 6 و3 في 5 في 15. يبقى دي صورة مكافأة أخدناها في سنة 6. بسطا ومقاما في 2. بسطا ومقاما في 3. بسطا ومقاما في 4. بسطا ومقاما في 5. يعني أنا لو ضربت هنا في 5 وهنا في 5 هتديني كمان دي معايا. هتديني 2 في 5 بكام يا آدم؟ تقول يا أبله؟ آدم أحمد 2 في 5 بكام يا آدم؟ 2 في 5 ب10. طيب و5 في 5 25. يبقى إذا ده من ضمن الصور ليه ولا لأ؟ يبقى الثلاثة دول من ضمن الصور المختلفة لهذا الكسر. تمام؟ أو لهذا العدد كلهم. ليه يا حبايبي؟ لأن أنا ممكن أضرب بسطا ومقاما في 2. ممكن أضرب بسطا ومقاما في 3. ممكن أضرب بسطا ومقاما في 4. مين في دول بقى يا آدم ليس من الصور المختلفة ليه؟ مين بقى اللي مش بيديني صورة مكافأة ليه؟ مين المختلف؟ ها؟ هاي يا آدم. عندك يوسف جاهز. آدم الجميل اتفضل. مين في دول ليس من الصور المختلفة؟ احنا ضربنا في 2 عطتنا 4 على 10. ضربنا في 3 عطتني 6 على 15. ضربنا في 5 عطتني 10 على 25. مين في دول ليس من الصور المكافئة؟ مين بسرعة؟ باقي 50 ثانية. آدم انت سامعني كويس؟ ها يا دوما اتفضل. نستعين بصديق. نستعين بصديق نشوف إجابة يوسف ونرجع لك. أنا أصلا مش شايف الصورة. طيب هو أنت عندك الاثنين على 5. مين في دول ليس صور مكافئة ليها؟ ركز كده وتوصل لك الصورة دلوقتي. ها يا يوسف إجابتك إيه يا بابا؟ يوسف مين في دول ليس من الصور المكافئة؟ 20 على 5. 5 على 20 برافو. برافو. ركز معايا يا آدم وحاول تشوف الصورة كده. ليه كده؟ لأن قلنا برضه النهارده في درس النهارده اتكلمنا عن جزئية. أنا بالفعل ممكن أجيب يا آدم العدد النسبي أعرفه إن هو صورة بسط ومقام ألف على باء بس المقام ما يساويش صفر. وكمان ملحوظة مهمة جدا قلنا عليها حاجة اسمها الصور المختلفة. يعني إيه الصور المختلفة؟ يعني إحنا قلنا 2 من 10 هو بالفعل عدد نسبي. تمام؟ وأنا ممكن أحوله ل 2 على 10. شايف أنا جبت الصورة المكافأة أهو. حولته من عدد 10 لكسر.
مين يقول لي 2 على 10 في ابسط صوره بتساوي كام؟ مين يعمل؟ 5 ها 5 على 1 واحد 5 ادم، فاهم؟ برافو. يبقى انت كده بتعرف تجيب الصور المختلفه. عملت ايه؟ نقسم بسطا ومقاما على الاثنين، بسطا ومقاما على الثلاثه، بسطا ومقاما على الاربعه، بحسب يا ادم اللي يقبل. اللي يقبل يا حبايبي بنقسم عليه. انا الاثنين والعشرة يقبلوا الاسم على الاثنين، علشان كده انا قسمت على الكام يا شباب؟ على الاثنين. بقت 2 على الاثنين فيها الواحد، 10 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الخمسة. حلو جدا. طيب هسألكم سؤال بسيط وهشوف مين فيكم تركيزه 100%. لما اجي اقول لكم يا حبايبي ونرجع للباوربوينت حالا ونتكلم في ملحوظه مهمه. كده احنا دخلنا الحمد لله اهو يا باشمهندسين، لعبنا واستفدنا وحلينا وكان جميل. نلعب بقى المنافسه ما بين ندى وما بين مين وما بين محمد. يلا يا ندى، تختاري ولد ولا بنت؟ اتفضلي يا ندوش. ندى ولد ولا بنت؟ ها تختاري ولد ولا بنت؟ انا مش سامعاك، صوتك بيقطع. هو ما فيش غيري بنت. بنت، ماشي يا ندوش. محمد اكيد هيختار ولد. يلا نشوف هتقف على ولد ولا بنت. وقفت على ولد. يلا يا حماده، يلا يا حماد ميدة، نبدا يا حماده مع بعض ونركز مع بعضينا. لما يجي يقول لك على سبيل المثال وضح لماذا يكون كل من الاعداد الاتيه هو عدد نسبي. ليه بقى؟ اول حاجه جايب لك 1 و2 على 3. هل ده عدد نسبي يا محمد؟ ايه هل ده عدد؟ 1 وكم 1 و2 على 3 او تلتين. مش ها فهمت واضحة بس العدد ده عدد نسبي صح ولا غلط؟ اقول انا انا بسأل محمد وراجع لكم. حاضر يا ادم. اتفضل يا حماده. لا مش نسبة ليه مش نسبي؟ ايه الخطأ فيه؟ ثواني. فاكر زمان كنا بنعمل ايه يا محمد؟ المقام ينزل زي ما هو، ايده في رجله زائد راسه، صح؟ 1 في 3 بكام يا محمد؟ تلاتة ومعاك 2 فوق يبقوا كام كلهم؟ 5 برافو. قدرت تكتبه في صورة بسط ومقام ولا لا؟ هل المقام طلع بيساوي صفر؟ لا يبقى العدد ده نسبي ولا لا؟ نسبة شفت كده؟ يبقى انا ما بقولش لا او الا لما اشوف هل انا ممكن احوله لعدد نسبي؟ حولته زي الفل. مقامك صفر؟ لا. اقدر اقول لك ان انت ممتاز 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 ممتاز. السؤال الثاني. يلا يا ادم نمبر 2 اللي مكتوب بزوم يوزر. يلا يا دوما اتفضل. لما اجي اقول لك يا دوما 3.7 هل ده عدد نسبي ام لا؟ اتفضل يا نسبي. ها يا دوما، تقدر تكتبه في نسبي. صورة مقام ولا لا؟ تبقى 3 على 7 تبقى 3 على 7 أو 7 على 3 7 3 حاول. 7. تعال ناخد العدد ده كله يا ادم بناخده زي ما هو. تقدر تقراه من غير العلامه العشريه؟ لا 300 وكام؟ بص كده 300 وكام؟ 307. على الكام؟ العلامه العشريه بعد كام خطوه يا ادم؟ بعد الخطين خطوتين من يبقى 100. اليمين. يبقى بنقسم على ال100 اهو. 307 على ال100 او 3.7 على ال100. ادم عرفت تحوره في صوره بسط ومقام؟ لا صح ولا غلط؟ لا. عرفنا ولا لا؟ عرفنا. لا. ليه ما عرفناش؟ ما احنا عرفنا اهو، والله حولناه. 307 على ال100. احنا قلنا من شويه يا ادم الاعداد العشريه اعداد نسبيه ولا لا؟ نسبي. ايوه. زي 2/10 عدد نسبي ولا لا؟ نسبي. ايوه. ليه؟ لان انا بحوله 2 على 10 اهو يا باشمهندس. بنفس الطريقه هنا 3.7 حولتها لعدد عشري عادي 307 على ال100. يبقى كل عشري هو نسبي. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعده. السالب 51 يا يوسف عدد نسبي ولا لا؟ يلا يا يوسف. عدد نسبي.
ليه يا طب يوسف نسمع. شايف رد على طول ليه؟ احنا قلنا الاعداد الصحيحه نسبيه ولا لا؟ نسبيا لأن مجموع الجواب. هل تقدر تحوله في صوره بسط ومقام يا يوسف؟ كام على كام يا يوسف؟ معلش. 50 على كام؟ نعم. سالب 51 على 1. برافو شاطر يا يوسف شطور. نخش على السؤال اللي بعده. على فكره انا خدت كل الاولاد عشان هو طلع ولد معانا من الاول. طيب انا عندي موزه محمد او حاجه زي كده، يا ريت الاكونت ده يرد عليا لو هينفع يشارك رجاء. طيب يلا يا دكتور ادم احمد، ال 30% عدد نسبه ولا لا؟ 30% عدد أهو نسبة 30 على المية. برافو شطور، برافو برافو. وعايزه اقول لك على حاجه يا بطل، لو طلب منك تبسيط في الامتحان نشيل صفر فوق ونشيل صفر تحت ب3 على 10 اهو بابسط صوره. شايف انا عملت ايه؟ حولتها ب3 على 10 صوره مختلفه، اخلي دايما عقلي شغال اهو. نسال الجميله معانا ندوش، سامعاني يا ندى؟ خلصت كل الاولاد اهو يا ندى ورجعت لك. 102% عدد نسبي ولا لا يا ندوش؟ يلا يا ندى بسرعه. هتبقى 102 على الكام؟ على الكام؟ ها 102 على الكام؟ ها يا ندى 102 على 100. اقدر اقول لكم ان انتوا ما شاء الله النهارده كنتوا بجد مستوى كويس جدا. ايوه برافو شكرا. اقدر اقول لك ان انت روحي 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 يا ندوش، ونبدا نزغرط على اخر الحصه ونقول الحمد لله ان احنا اجتزنا الجزء هو الاول يبقى 102 على 100. على 100. برافو. النهارده نقدر نتكلم عن ان انا عندي مجموعه اعداد جديده وهي مجموعه الاعداد النسبيه، وكيف اكتبها. بتكون في صوره بسط ومقام. الشرط الاساسي ان المقام ما يساويش صفر. عندك حاجات كتيره جدا ممكن تبقى اعداد نسبيه، الاعداد الصحيحه